السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير، أنا عمر بروس، دي أول سيشن معانا أو أول فيديو معانا في الكورس وهو تأسيس البرمجة التانية ثانوي. وات إز ذا كمبيوتر ساينس؟ ثواني يا عمر، أنت مش قايل لنا إن ده كورس برمجة؟ إيه علاقة الكمبيوتر ساينس بالبرمجة؟ مش البرمجة دي هي الكود أصلا؟ هقول لك دلوقتي أنت بتلعب لعبة مثلا وليكن ببجي، مش لازم تكون بتلعب على جهاز كويس عشان يديك برفورمانس كويسة أو جودة كويسة للعب ويكون فريمات حلوة وتعرف تلعب بسلاسة كده. هتقول لي هقول لك طب حلو، هقول لك بقى إن المبرمج اللي عامل اللعبة دي فهو عامل حسابه كويس قوي إن اللعبة تقدر تتكيف على الأجهزة العادية او اجهزه بمتطلبات معينه. فعرف كل ده منين؟ فلازم يدرس الكمبيوتر ساينس الاول، يعرف يعني ايه هاردات، يعني ايه كذا، يعني ايه رامات، يعني ايه مثلا انك تشغل فريم كذا على كذا عشان يعمل لك ريكومنديشن للحاجات دي. فهو لازم يكون عارف يعني ايه كمبيوتر ساينس عشان يعرف يحسب لك احسن حاجه او يعمل لك كود يكون كويس واعلى كواليتي وحاجه كويسه ينفع يشتغل على الجهاز ده. يا فرحتي انا ممكن اعمل كود مثلا بيج او بتاعه حاجه عاليه. بيج او ده اللي هو السرعه بتاعته او الحاجه شبه دي، سيبك منها دلوقتي. هو كده ما حققش الكونسيبت بتاعه ان التطبيق بتاعه او اللعبه بتاعته مش هتعرف تشتغل على كل الاجهزه بنفس البرفورمانس بنفس الجوده. فهو لازم يدرس الكمبيوتر ساينس ويعرف المتطلبات بتاع كل جهاز ايه بتاع كذا عشان لما يجي يكتب كود كويس او قصه البرمجه بقى يكتب كود كويس فيعرف يشتغل او اللعبه دي تقدر تشتغل على الاجهزه العاديه. فنوصل لايه في الاخر؟ ان هو لازم يكون عنده علم بالعلم الكمبيوتر عموما او الكمبيوتر ساينس عموما عشان يعرف ان هو يعرف يكتب الكود كويس يحل له المشكله دي. فده كده ليه بندرس كمبيوتر ساينس؟ عشان نخش في البرمجه بعدين. ما ينفعش تخش برمجه كاكواد على طول من غير ما تعرف اساسيات العلم ده او اساسيات الكمبيوتر ساينس. ومن هنا بقى نقدر نتكلم في الكمبيوتر ساينس. وات از ذا كمبيوتر ساينس؟ يعني ايه اصلا كمبيوتر ساينس؟ قبل ما ندخل الكمبيوتر ساينس، يعني هل الكمبيوتر ساينس ده هو عباره عن الكمبيوتر اللي هو قدامنا ده؟ فطبعا لا. لابتوب؟ طبعا لا، ده مش علم الكمبيوتر ساينس، ده كمبيوتر بس ما فيهوش اي حاجه. فالكمبيوتر ساينس عشان نفهمه لازم الاول نفهم يعني ايه كمبيوتر سيستم. لو ده جيت سالت اي حد يعني ايه كمبيوتر سيستم، الكمبيوتر ده بيتكون من ايه، هيقول لك ان الكمبيوتر بيتكون من حاجتين اساسيين: الهاردوير والسوفت وير. الهاردوير ده اللي هو ايه؟ هقول لك الهاردوير يعني ايه. الهاردوير هو اي فيزيكال كومبوننت. يعني ايه فيزيكال كومبوننت يا عم عمر؟ هقول لك الفيزيكال كومبوننت اي حاجه بتتلمس، اي حاجه بتعرف تشوفها. السكرين اللي هو الشاشه اللي معروض عليها اللاب ده هاردوير. الكيبورد اللي انا بكتب عليها هاردوير. الماوس اللي انا بستخدمه دلوقتي ده هاردوير. الباده التاتش دي هاردوير. اي حاجه بتتلمس او بتتصنع عموما فهي هاردوير. اما السوفت وير هو مجموعه من الاوامر اللي هو كود بقى، صح؟ اللي هو سواء اوبريتنج سيستم سواء كذا سواء كذا. اي حاجه بتقول لك ان الكمبيوتر ده هيشتغل ازاي. يعني مثلا ايه، انا عندي ويندوز، عندي ابلكيشن، عندي اي حاجه، اي كود، اي حاجه جوه الجهاز اللي بتقوم الجهاز ذات نفسه. فاي حاجه بتقوم الجهاز دي اسمها سوفت وير. اما اي حاجه ملموسه فدي هاردوير، وشرحنا الموضوع ده في الفيديو اللي فات. بس ده اول فيديو في الكورس فانا حبيت اقول لك من اول وجديد. خش على النقطه اللي بعدها. هناخد مقارنه كده بين الهاردوير والسوفت وير. يعني ايه اصلا هاردوير ويعني ايه اصلا سوفت وير؟ الهاردوير حاجه جامده، حاجه هارد، حاجه صعبه، فاهمني؟ فمعناها اسمها هاردوير. اما السوفت وير حاجه ناعمه كده، حاجه لذيذه، حاجه اموره كده، يعني اللي هي بالحب. دي كده معنى ده ومعنى ده. اول حاجه كده في المقارنه بتاعنا ان الهاردوير بيصنع. يعني ايه بيصنع؟ يعني في شركات مخصصه، شركات مشهوره زي انتل وغيرها كتير بتصنع الكومبوننت دي. يعني ايه كومبوننت؟ يعني مكونات. ده اسمه مكون من مكونات الكمبيوتر اسمه كومبوننت. فاي مكون من مكونات اي مكون عموما اسمه كومبوننت. فاي مكون من مكونات الكمبيوتر اسمه كومبوننت عشان نبقى عارفين بعد كده. فبتصنع الكومبوننت دي كلها. بتصنع الماوس في شركه بتصنع كذا، في شركه بتصنع كذا، في شركات بتصنع الهاردوير ده. اما السوفت وير فهو ديفلوب، يعني بيبرمج بمعنى صح. عشان كده تلاقي في واحد يقول لك ايه، انا سوفت وير ديفلوبر، انا اي اي ديفلوبر، انا كذا ديفلوبر. فكلمه ديفلوبر اللي هو بيعمل زي السيستم كده، بيكتب الكود، بيعمل كذا. فده الفرق بين السوفت وير والهاردوير. الهاردوير هنا مجموعه من الالكترونيات المسؤوله عن تكوين الاجهزه بتاعت الهاردوير دي. اما السوفت وير فهو بيتم تطويره بلغات البرمجه اللي احنا بنكتبها، اللي اي مبرمج بيكتبها، فده السوفت وير. فالهاردوير هي حاجات لها عمر افتراضي، وليكن مثلا الماوس، انا قعدت اكليك كتير اكليك كتير اكليك كتير فالماوس ممكن الزرار ده يبوظ. الكيبورد هتفضل تكتب على الزراير، هتفضل تعمل هتفضل تساوي بتاع، هتلاقي ان الزرار بتاعك باظ. فدي ليها عمر افتراضي. اما السوفت وير فهو ملوش عمر افتراضي، هو مجرد شويه انستراكشنز او شويه كود بيتكتبوا وخلاص. الموضوع سهل، الموضوع بسيط، الموضوع مش محتاج ان انت
تعدل كل شويه. اي نعم في سيستم بتيجي تقول لك خلاص السيستم القديم ده انساه خالص، امسحه خالص واعمل سيستم جديد. يعني مثلا في ابلكيشن معين شغال دلوقتي، هيجي بعد 5 سنين مثلا هيقول لك الابلكيشن ده خلاص ما بقاش شغال، فخلاص هنرمي الابلكيشن ده ونعمل ابلكيشن جديد. فمالوش عمر افتراضي، لا في الخصائص بتاعته بيستخدم امتى. انا بقول لك الحاجات من تحت خالص اهو، اتمنى تفهم معايا واحده واحده، ما فهمتش حاجه ترجع تعيد تاني نقطه نقطه. انا ماشي معاك بالعربي وبالراحه وكل حاجه، مش راضي اشرح بالانجلش. تمام. تمام، نيجي لاخر نقطه، والهاردوير ليه 4 مين كومبوننت. يعني ايه يا عمر ليه 4 مين كومبوننت؟ يعني ليه 4 حاجات اساسيه. اول حاجه انبوت ديفايس، الحاجات اللي انت بتدخلها، بمعنى اصح الماوس ده انبوت ديفايس، الكيبورد انبوت ديفايس، الحاجات اللي انا بكتب او الكمبيوتر بيفهمها مني او بياخدها مني، دي حاجه اسمها انبوت ديفايس، يعني مدخلات. انبوت يعني مدخلات. نيجي تاني حاجه اللي هي اوتبوت ديفايس. الاوتبوت ديفايس دي يا عمر يعني ايه اوتبوت اصلا؟ يعني مخرجات، ان الكمبيوتر بيخرج لي حاجه. زي ايه مثلا؟ الصوت ده جاي منين؟ هل انا اللي بدخل الصوت ده ولا هو بيطلعه لي؟ بيطلعه لي من السبيكر. في سبيكر هنا في اللاب في الجنب كده او في الجنب هنا، فالسبيكر ده عباره عن ايه؟ اوتبوت ديفايس. الصوره اللي انا شايفها، السكرين ذات نفسها، الحاجه الشاشه اللي انا شايف دي، انا ليه ظاهر الحاجات دي؟ فالحاجات دي ظاهره قدامي، فده يعتبر اوتبوت ديفايس. عندك الستورج ديفايس اللي هو الحاجات اللي تخزن عليها، سواء هاردات سواء كذا سواء كذا. كل ده يعتبر من الحاجات الاساسيه للهاردوير. ورابع حاجه البروسيسنج ديفايس، الحاجات اللي بتعالج البيانات. يعني ايه بتعالج البيانات؟ يعني هي المسؤوله عن المعالجه كلها، والحاجات دي كلها هتتشرح بعدين ان شاء الله. خلصنا كده تقسيمات الهاردوير، هنخش على تقسيمات السوفت وير. السوفت وير ليه 3 تقسيمات مالهمش رابع. اول حاجه سيستم سوفت وير. يعني ايه اصلا سيستم سوفت وير؟ يعني ايه اوبريتنج سيستم، سواء بقى اوبريتنج سيستم مختلفه كلها. يعني ايه اصلا اوبريتنج سيستم يا عمر؟ دلوقتي انا راجل معايا موبايل، فالموبايل ده يا اما اندرويد يا اما اي او اس. اي او اس يعني ايه؟ اي او اس يعني ايفون مثلا، يا اما اندرويد يا اما ايفون اللي هو اي او اس، بس سيبك منها دلوقتي. الاندرويد ده حاجه اسمها اوبريتنج سيستم. الايفون اللي هو الاوبريتنج سيستم بتاعه اسمه الاي او اس. اللينكس، سيبك من لينكس، الويندوز انت عندك مثلا ويندوز 7، ويندوز كذا، ويندوز 8، ويندوز 9، ويندوز 11 وهكذا. فالويندوز دي كلها هي عباره عن اوبريتنج سيستم بمختلفاتها بكل حاجه. فالاوبريتنج سيستم هي هنا اول حاجه سيستم سوفت وير. فالسيستم سوفت وير هو عباره عن اوبريتنج سيستم، اي اوبريتنج سيستم اللي انا شرحتهم لك من شويه. وتاني حاجه معانا هي البروجرامنج سوفت وير. بكل بساطه يعني ايه بروجرامنج سوفت وير؟ انت عندك في الحياه العاديه، انا راجل مصري مثلا وبكلم حد صيني، في عندك مترجم في النص اللي هو مثلا وليكن جوجل ترانزليت او الكلام ده كله. فالكمبيوتر بيكون عايز المترجم ده. فانا لغه بشر اللي هو الهيومن لانجوج، وعندك في حاجه اسمها ماشين لانجوج اللي هو لغه الكمبيوتر ذات نفسها. فاحنا عايزين حاجه في النص، سواء مثلا حاجه اسمها كومبايلر او انتربريتر، لسه هناخد الفرق بينهم بعدين ان شاء الله. فعايزين مترجم يترجم لنا الحاجه ما بين انا وما بينه هو. انا بكتب مثلا برنت، فبرنت يعني اطبع لي، بقول له اطبع لي حاجه، فالكمبيوتر ما بيفهمش يعني ايه اطبع لي، فهو عايز حاجه مترجمه في النص يترجم اللغات دي. او مثلا بكتب لغات برمجه معينه، فعايزين حاجه اللي هو كومبايلر يترجم لنا اللغات دي لحاجه يفهمها الكمبيوتر، للغه الكمبيوتر. ونخش على ثالث حاجه هي الابلكيشن سوفت وير. يعني ايه ابلكيشن سوفت وير؟ اي ابلكيشن قدامك او اي تفرعات او اي مجال بتشوفه قدامك، فده يعتبر مندرج تحت قسم الابلكيشن سوفت وير. يا عمر انت عقدت الدنيا ليه؟ لا ما عقدتلكش الدنيا ولا حاجه. الابلكيشن سوفت وير اي حاجه عندك ديسكتوب ابلكيشن. انت عندك مثلا برنامج الباوربوينت اللي انا فاتحه ده، فده ديسكتوب ابلكيشن. فهو شايف البي دي اف اللي هو على الموبايل اللي هو على اللاب ده، فهو ده يعتبر ايه؟ ديسكتوب ابلكيشن. عندك انت مثلا برنامج وليكن برنامج المونتاج اللي اسمه كاب كات لو تعرفه، اي برنامج على الموبايل. عندك انستا باي، ده اسمه ايه؟ ده سوفت وير ابلكيشن او موبايل ابلكيشن. فالابلكيشن ده كل ده بيتكلم تحت، بيندرج تحت ايه؟ ابلكيشن سوفت وير. كده احنا خدنا ال4 حاجات بتوع الهاردوير، والاربع حاجات الثلاث حاجات بتوع السوفت وير. 4 حاجات هاردوير: الانبوت ديفايس، الحاجات اللي الكمبيوتر مدخلات للكمبيوتر. الاوتبوت ديفايس، المخرجات بتاع الكمبيوتر. الستورج ديفايس، التخزين عموما سواء هارد او حاجات من دي. والبروسيسنج، المعالجات، البرنامج بيعالج ازاي او الكمبيوتر ده بيعالج الدنيا ازاي. خش بعد كده على السوفت وير، قلنا 3 حاجات اساسيه:
السيستم سوفت وير زي ما قلت لك، اي اوبريتنج سيستم من الاربعه او الخمسه اللي انا قلتهم لك. بروجرامنج سوفت وير، طريقه اللغات البرمجه، ازاي يبقى فيه كومبايلر، ازاي يبقى فيه مترجم عشان ينقلها للكمبيوتر. والابلكيشن سوفت وير، اي ابلكيشن بقى تشوفها، فيسبوك، تويتر اللي هو اكس حاليا، اي حاجه، سناب شات، كل ده ابلكيشن سوفت وير. فل. تخش على اللي بعدها. لو سالنا كذا حد بره ما يسمعناش دلوقتي او ما شافش ان الكمبيوتر مش مجرد برمجه، يقول لك كمبيوتر ساينس هو برمجه، هو بلغات برمجه. مش هينفع اقول لك صح ولا غلط، لان جزء كبير من كلامه هو صح. لان فعلا لغه البرمجه هي اللي بتخلينا احنا نعرف نكتبها عشان الكمبيوتر يفهمنا. من غير لغه البرمجه دي الكمبيوتر مش هيفهمنا، فطبيعي. فنتكلم بجد بقى عن ايه كمبيوتر ساينس فعلا. هي مش مجرد لغه برمجه بس. فالكمبيوتر ساينس عندنا هو مجموعه من الافكار والديزاين عشان نعرف نعمل امبلمنتيشن لاي الجوريزم موجود. يعني ايه يا عمر الكلام ده؟ انا ماليش دعوه بالانجليزي، خليني كلمني بالعربي. هكلمك بالعربي. دلوقتي انت عندك اي حاجه انت عايز تعملها، مجرد ايه؟ فكره. بعد الفكره عايز انفذ الفكره دي. فهو مجموعه، يعني ايه كمبيوتر ساينس؟ هو انك بتدرس مجموعه من الديزاينز، مجموعه من كذا، مجموعه من كذا، عشان تعرف تنفذ الحاجه دي، تنفذ الفكره اللي في دماغك دي. عن طريق ايه؟ عن طريق الجوريزمات كتير. يا لهوي يا عمر، يعني ايه الجوريزم؟ ما تعقدش الدنيا. الالجوريزم هي طرق معينه علشان اوصل لحاجه معينه. بكل بساطه ده مش معناه حرفي، لان انا كده كده هشرحها لك بعد كده في فيديو كامل او 3 4 فيديوهات يعني ايه الجوريزم بس. فالالجوريزم دلوقتي انا راجل موجود في المنوفيه، عايز اروح القاهره. فهروح القاهره ازاي؟ عندي طريقين مالهمش التالت. مثلا هنروح اول حاجه بالقطر، او هروح بعربيات او مواصلات. مش هقعد افرع لك بقى الدنيا عشان ما بوظلكش الدنيا. يا اما هروح بقطر، يا اما هروح بمواصلات. فكل واحد على حسب هو عايز يوصل لايه. انا هاخد عربيه خاصه يا باشا، فانا هدفع فلوس كتير بس هكسب وقت كتير، فانا عايز اوصل للهدف ده. فده طريق معين. لا انا راجل يا باشا فقير، راجل مش عارف كذا، هركب قطر عشان يوديني، اي نعم هياخد وقت مني كتير، بس هيوديني وانا مرتاح وانا قاعد، بس بمبلغ اقل. فعلى حسب الهدف بتاعك انت هتروح يا اما بالقطر يا اما بالعربيه. ده معنى الالجوريزم بالظبط. عايز اوصل لهدف معين، فالهدف ده ليه 50,000 طريقه. فاحسن طريقه تخدم الجول بتاعي. انا راجل عايز اعمل ابلكيشن بسعر قليل قوي، فانا هستخدم طريقه كذا. عايز اعمل ابلكيشن بسعر عالي قوي وينفع لناس جامده وبتاع وبستهدف ناس كبيره، فانا هعمله بطريقه غاليه، فطريقه تانية غير الطريقه الاولانيه. ده معنى الالجوريزمز، اللي هو طريقه عشان توصل لحاجه معينه. انت عندك كذا طرق، فانت تختار احسن طريقه او احسن الجوريزم فيهم عشان توصل للبوينت دي. تمام لحد هنا؟ تمام لحد هنا. بيقول لك ان بيرفورمانس كمبيوتر سوفت وير سيستم، عشان يطلع لك بيرفورمانس حلوه. بيرفورمانس يعني ايه؟ يعني اداء تنفيذي كويس او كواليتي حلوه، حاجه محترمه كده او حاجه تتشرف بيها بمعنى اصح. جميل. جميل. فهنا هو بيقول لك عشان توصل لاعلى بيرفورمانس او افضل اداء من الكمبيوتر سوفت وير والكمبيوتر سيستم، عشان كده درسنا الكمبيوتر سيستم من شويه. الكمبيوتر سيستم اللي هو عشان توصل لافضل هاردوير موجود معاك، وافضل لغه برمجه او افضل برنامج عشان تعمل لهم الاثنين كده، في نعمل لهم خلطه معينه نضربهم كلهم في الخلاط ويطلعوا لنا باحسن حاجه موجوده. ملخص الليله دي كلها وملخص اللي احنا درسناه كله دلوقتي، عايز اوصلك نقطه واحده بس. ان الكمبيوتر ساينتست هو مجرد او هو شخص بروبلم سولفر جدا. يعني ايه بروبلم سولفر جدا؟ يعني شخص بيحل مشاكل، راجل حلال مشاكل. اي مشكله تكون معاك تحلها لي. ما قلتلكش ان الراجل ده بتاع الكمبيوتر ساينس ده هو راجل بيكتب كود. لا، عايزين ننسى الفكره دي نهائي. نخلينا ان الراجل بتاع الكمبيوتر ساينس هو راجل بيحل لنا مشكله، فانا عندي مشكله معينه عايز لها حل. فده دور الراجل بتاع الكمبيوتر ساينس. ان انا كعمر اهوت هعمل عندك انت مشكله انا احلها لك. فاخر بوينت انا وصلها النهارده ان الكمبيوتر ساينس جول، اهداف الكمبيوتر ساينس ان هو راجل بيعمل ديفلوب حاجه، بيطور حاجه معينه باستخدام مجموعه انستراكشن معينه عشان يحل لي اي مشكله ممكن تظهر بعد كده في الابلكيشن، سواء مشكله حاليه او مشكله بعد كده. فخلاصه الفيديو ده كله عباره عن ايه؟ ان احنا عندنا انبوت، حد هيدخل حاجه وعايز نتيجه معينه. عندي مشكله معينه ونتيجه معينه. انا كدوري انا ايه؟ دي المشكله اهيت ودي الحل بتاعها. انا اللي في النص
دوري ايه في النص موجود بين دي ودي؟ ان انا راجل بروبلم سولفر، راجل بحل المشكله دي. ده ادتني مشكله، فانا عن طريق انا احلها لك وادي لك النتيجه بتاعتك او ادي لك الريزلت بتاعك. وبس كده. ده كان فيديو النهارده، فيديو سهل وبسيط. تعليمات او الانستراكشن بتاع كل مره هتعمل ايه يا عمر. اول حاجه الفيديو ما فهمتش اي نقطه فيه، ما تخشش على الفيديو اللي بعده وتابع معايا كل يوم كده واحده واحده. مش هنزل لك اكتر من فيديو في اليوم بحيث انك تتابع معايا وما ادوس عليك في الحوار الكونتنت وكده. فيديو اسمع مره، اسمع اتنين، زي ما احنا متفقين في اول مره في اول فيديو. وفي اخر كل فيديو كده كده هيبقى فيه تاسك معين. فالتاسك بتاعك النهارده هتقول لي ايه الفرق بين السوفت وير والهاردوير في الكومنتات. لازم تكتب كده تشارك معايا، اكتب في الكومنتات عشان اعرف انت بتتابع معايا. اكتب ايه الفرق بين الهاردوير والسوفت وير، ايه هي الوظيفه الاساسيه للكمبيوتر ساينس او لعالم الكمبيوتر. وبالتوفيق يا بطل، وان شاء الله تكون كتبت. وحاول تشوف الناس كتبت ايه عشان تعمل زيهم، وتشوف كل واحد جاوب بطريقه فلانيه عشان تحاول تظبط الدنيا معايا. ده كده فيديو النهارده، واستناك في فيديو بكره ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.